فاكر أول يوم ليك في كلية الهندسة؟ فاكر الإحساس ده لما كنت بتبص للمهندسين الكبار وبتقول نفسي أبقى زيهم؟ أنا كمان كان عندي نفس الإحساس، ودلوقتي بعد سنين من الخبرة والتجربة جيت عشان أشارك معاكم رحلتي والدروس اللي اتعلمتها في كل مرحلة. هنبدأ من لحظة دخولك للكلية لحد ما توصل لأعلى درجات الاحتراف في مهنة العمارة. كتير منكم بيبص لقدام وبيسأل نفسه طب وبعدين؟ إيه الخطوة الجاية؟ إزاي أبقى مهندس معماري جامد؟ مش بس واحد معاه شهادة، ولكن إزاي أوصل المكانة اللي بحلم بيها. السؤال ده مهم جدا، وانا النهارده جاي عشان ندردش فيه شويه مع بعض. هنعمل زي رحله كده، رحله التطور المهني للمهندس المعماري، بدايه من وانت طالب لسه بيخطو خطواته الاولى لحد ما تبقى مهندس معماري محترف وقد الدنيا ومتمكن في مجالك. هنقسم الرحله دي لمجموعه من المحطات الرئيسيه، كل محطه ليها تحدياتها، ليها فرصها، وليها كمان النصايح اللي انا هقولها لك اللي هتساعدك باذن الله تعديها بنجاح عشان توصل للمرحله اللي بعدها وانت اقوى واحسن. جاهزين؟ يلا بينا ننطلق. أول محطة في رحلتنا هي مرحلة الطالب، ودي مرحلة مهمة جدا، هي دي اللي بتحط فيها الأساس، بنبني القاعدة اللي هنكمل عليها بعد كده في كل اللي جاي. مرحلة الكلية مش بس عشان الشهادة، لا دي عشان حاجات تانية أهم بكتير. في المرحلة دي هدفك الأساسي هو التأسيس الصح. ده معناه إيه؟ معناه إنك تفهم كويس جدا أساسيات العمارة والتصميم، تفهم النظريات والمبادئ، تفهم العناصر والخامات، تفهم تاريخ العمارة والمدارس الفنية المختلفة. كل الكلام ده مش كلام نظري، الكلام ده هو اللي هيركب فوقه بعد كده كل شغلك وابداعك. طب ايه هي الخطوات العمليه اللي تعملها في المرحله دي؟ اول حاجه انك تركز في دراستك بجد. ايوه الكلمه دي مهمه، بجد، مش مجرد انك تحضر المحاضرات وخلاص. استغل وقت المحاضرات، اسال، ناقش، حاول تفهم كل كلمه بتتقال. المعلومات اللي بتاخدها في الكليه هي الاساس اللي هتبني عليه بعد كده. ما تستهونش باي معلومه حتى لو حسيت انها مش مهمه دلوقتي، هتكتشف بعدين انها كانت مهمه جدا. اشتغل كمان على مشاريع الكليه بكل طاقتك. مشاريع الكليه دي هي فرصتك الذهبيه عشان تجرب وتغلط وتتعلم من غير ما تخاف. ما تعتبرهاش مجرد واجب وخلاص. استغل كل مشروع عشان تطور مهاراتك، عشان تجرب افكار جديده، عشان تبني بورتفوليو ليك. البورتفوليو بتاعك ده هو اللي هيتكلم عنك بعد كده لما تخرج وتبدا تدور على شغل. وما تكتفيش كمان باللي بتاخده في الكليه، الدنيا واسعه وكبيره، ومجال العماره بالذات بيتطور بسرعه جدا. اقرا كتير، اتفرج على فيديوهات تعليميه، تابع المواقع والمدونات المتخصصه، اعرف ايه الجديد في المجال وايه التوجهات الحديثه، ايه البرامج والادوات الجديده اللي بتظهر كل يوم. كل ما كنت مطلع اكتر كل ما كنت مستعد اكتر للمستقبل. وابني بورتفوليو قوي من دلوقتي. زي ما قلت لك، البورتفوليو بتاعك هو كارت التعارف بتاعك في السوق. ابدا جمعه من دلوقتي وحط فيه افضل مشاريعك في الكليه حتى لو كانت مشاريع بسيطه. المهم يكون عندك بورتفوليو متنوع بيعرض مهاراتك المختلفه وبيوري لهم انك مهندس معماري طموح ومجتهد. وما تنساش التدريب العملي. الكلام النظري لوحده مش كفايه، لازم تنزل السوق وتشوف الدنيا عامله ازاي على ارض الواقع. دور على فرص تدريب في مكاتب هندسيه، حتى لو في الاول هيكون تدريب بسيط جدا بدون مقابل. التدريب العملي ده هو اللي هيعلمك حاجات مش هتلاقيها ابدا في الكتب. هيعلمك ازاي تتعامل مع العملاء، ازاي تدير المشاريع، ازاي تشتغل مع فريق، ازاي تحل المشاكل اللي بتقابلك في الشغل الحقيقي. واخيرا ابني شبكه علاقات من دلوقتي. العلاقات مهمه جدا في اي مجال، وفي مجال العماره بالذات. اتعرف على زمايلك، اتعرف على الدكاتره، اتعرف على المهندسين كمان اللي هتقابلهم وهتشتغل معاهم في التدريب. احضر فعاليات ومؤتمرات وورش عمل في المجال. اتعرف على ناس جديده ووسع دايره معارفك. الناس دي هي غالبا اللي هتكون فرصتك في المستقبل. ممكن يكونوا زمايلك في الشغل، ممكن يكونوا عملائك، ممكن يكونوا مرشدين ليك في مسيرتك المهنيه. اكيد مرحله الطالب مش مرحله سهله، مرحله فيها تحديات كتير زي مثلا الضغط الدراسي والمذاكره الكتير، ومناهج الكليه احيانا بتكون تقيله ومحتاجه مجهود كبير. ممكن تحس شويه انك مضغوط ومش ملاحق تعمل كل حاجه، وممكن كمان تحس بالاحباط او عدم الثقه في النفس. ممكن تقارن نفسك بزمايلك اللي شايفهم اشطر منك، وممكن تحس انك مش موهوب كفايه. ممكن تفقد الثقه في نفسك وقدراتك، ده غير كمان الخوف من المستقبل وعدم اليقين. فممكن تبقى قلقان من المستقبل ومش عارف ايه اللي هيحصل لك بعد التخرج، ومش عارف اذا كنت هتلاقي شغل ولا لا، ومش عارف هتقدر تحقق احلامك ولا لا. ولكن نصيحة مهمة جدا في المرحلة دي، اوعى تيأس ابدا. كلنا مرينا بنفس التحديات دي، وكلنا حسينا بنفس الاحاسيس دي. المهم انك ما تستسلمش ابدا للاحباط، وما تفقدش الامل في نفسك. ركز على هدفك، اشتغل بجد، واستمر في التعلم والتطور. وافتكر دايما ان كل مجهود بتعمله دلوقتي هيعود عليك بالنفع في المستقبل. ومعلومة مهمة جدا ليك في المرحلة دي عشان تأسس نفسك صح وتكون مستعد لكل اللي جاي، هو انك تختار البرامج التدريبية اللي بتدخلها بعناية.
عشان كده احنا بنرشح لك برنامج تأسيس المعماريين اللي بنقدمه في بلانويا. ده معمول مخصوص علشانك. البرنامج ده هيساعدك تبني قاعدة قوية في كل جوانب العمارة والتصميم، هيعلمك اهم البرامج والادوات اللي محتاجها في سوق العمل، وهيطور مهاراتك الابداعية والفنية، وهيجهزك ببورتفوليو قوي تبدأ بيه حياتك المهنية بثقة. وهنتكلم عن البرنامج ده اكتر في المحطات اللي جاية، بس خليك فاكره كويس عشان هيفرق معاك كتير في رحلتك. المحطة التانية في رحلتنا هي مرحلة الخريج الجديد، ودي مرحلة انتقالية مهمة جدا، بتنتقل من عالم الدراسة لعالم الشغل الحقيقي، مرحلة البحث عن الفرصة الأولى، عن أول شغلانة ليك في المجال. في المرحلة دي هدفك الأساسي هو دخول سوق العمل، وده معناه إنك تلاقي أول شغلانة ليك في مكتب هندسي أو شركة تصميم، عشان تبدأ بقى تكتسب خبرة عملية وتطبق اللي اتعلمته في الكلية على مشاريع حقيقية. طب ايه هي الخطوات العملية اللي تعملها في المرحلة دي؟ أول حاجة إنك تجهز السيرة الذاتية بتاعتك والبورتفوليو بتاعك. السيرة الذاتية والبورتفوليو هم سلاحك في معركة البحث عن الشغل، اهتم بيهم جدا، خليهم واضحين ومنظمين وجذابين. السيرة الذاتية لازم تكون مختصرة ومحددة وبتركز على مهاراتك وخبراتك ومؤهلاتك اللي ليها علاقة بالشغل اللي انت بتقدم عليه. البورتفوليو كمان لازم يكون بيعرض أفضل أعمالك ومشاريعك، وبيوريهم إنك مهندس معماري موهوب ومبدع. ووسع نطاق بحثك عن الشغل، ما تكتفيش بس بالمكاتب والشركات الكبيرة المشهورة، دور على كل الفرص المتاحة، مكاتب صغيرة، شركات متوسطة، شركات ناشئة، أو حتى شغل فريلانس. كل فرصة شغل هي فرصة تعلم واكتساب خبرة، حتى لو في الأول مش هتبقى الوظيفة المثالية اللي بتحلم بيها. استغل كل مصادر البحث عن الشغل، مواقع التوظيف على الإنترنت، صفحات الشركات على السوشيال ميديا، معارض التوظيف، العلاقات الشخصية، شبكة معارفك اللي انت بنيتها في الكلية وفي التدريب ممكن تكون مصدر كويس جدا لأنك تلاقي الفرصة اللي انت بتدور عليها. واستعد كويس لمقابلات العمل. مقابلات العمل هي فرصتك عشان تثبت نفسك وتوري الشركات انك الشخص المناسب للوظيفة اللي هما بيدوروا عليها. استعد كويس لكل مقابلة، اعرف كل حاجة عن الشركة وعن الوظيفة اللي انت بتقدم عليها، وجهز اجابات للاسئله المتوقعه. فكر في اسئله كمان تسالها انت للشركه عشان توري لهم انك مهتم بجد بالوظيفه. وما تيأسش من اول رفض او اتنين. البحث عن شغل مش سهل، وممكن كمان ياخد وقت ومجهود كبير، وممكن كمان تترفض في كذا مقابله من قبل ما تلاقي الفرصه المناسبه ليك. المهم انك ما تيأسش وما تفقدش الامل. كل رفض هو درس بتتعلمه، وكل مقابلة هي فرصة عشان تطور مهاراتك في المقابلات. استمر دايما في المحاولة، وفي الآخر هتلاقي الفرصة اللي تستهلك. وأخيرا لازم في المرحلة دي تركز على اكتساب الخبرات من أول شغلانة أنت هتاخدها. أول شغلانة ليك في المجال مش لازم تكون الوظيفة اللي أنت بتحلم بيها، المهم إنك تكتسب فيها خبرة عملية، تتعلم إزاي تشتغل في فريق، إزاي تدير المشاريع، إزاي تتعامل مع العملاء، وإزاي تحل المشاكل اللي بتقابلك في الشغل الحقيقي. الخبرة دي هي اللي هتفتح لك بعد كده أبواب الفرص الأفضل. مرحلة الخريج جديد مليانة تحديات، وأهمها هي المنافسة الشديدة في سوق العمل. سوق العمل مليان خريجين جدد زيك بالظبط، وكلهم بيدوروا على نفس الفرص، والمنافسة بتكون شرسة جدا. وكمان للأسف قلة الخبرة العملية بتخلي كتير من الشركات بتفضل المهندسين اللي عندهم خبرة عملية أكتر، وللأسف الخريج الجديد بيكون لسه ما عندوش الخبرة دي، وده ممكن يكون عائق كبير في مرحلة أو رحلة البحث عن الشغل. ده غير المرتبات القليلة في بداية المسيرة المهنية اللي ممكن برضو تكون محبطة شوية وما بتساعدكش إن أنت تتحفز في عملية البحث. ولكن نصيحة مهمة في المرحلة دي، خليك صبور ومثابر. البحث عن شغل بياخد وقت ومجهود، وممكن يكون محبط في بعض الأوقات، بس المهم إنك برضو ما تستسلمش وتفضل تحاول وتطور من نفسك، وفي الآخر أكيد إن شاء الله هتلاقي الفرصة المناسبة ليك. افتكر دايما إن أول خطوة هي الأصعب، وبعد كده الدنيا بتبدأ تفتح قدامك. كمان في المرحلة دي برنامج تأسيس المعماريين اللي بنعمله في بلانويا ممكن يفرق معاك جدا في مرحلة البحث عن الشغل، لأن البرنامج مش بس هيعلمك البرامج والأدوات اللي انت محتاجها في السوق، ولكن كمان هيخليك تعمل تطبيقات عملية كتير تطلع منها بورتفوليو احترافي بجد. بورتفوليو هيخليك تبرز وسط المنافسين وتقنع الشركات انك تستاهل الفرصة دي. ده غير انه هيديلك ثقة كبيرة في نفسك وفي قدراتك، هتخليك مستعد اكتر لمقابلات العمل وللشغل في المجال. المحطة الثالثة في رحلتنا هي مرحلة المهندس المبتدئ، ودي مرحلة مهمة جدا. بتبدأ فيها تكتسب خبرة عملية حقيقية، وتبني لنفسك اسم في المجال، وبتبدأ تتخصص في مجال معين من مجالات العمارة والتصميم. في المرحلة دي هدفك الأساسي هو التطور والتخصص، وده معناه إيه؟ معناه إنك تستغل شغلك عشان تكتسب أكبر قدر ممكن من الخبرة العملية، وتطور مهاراتك التقنية وكمان السوفت سكيلز بتاعتك عشان تبدأ تحدد ميولك واهتماماتك في المجال، وتبدأ تتخصص في المجال اللي انت بتحبه واللي شايف نفسك فيه.
طب ايه هي الخطوات العملية اللي ممكن تعملها في المرحلة دي؟ اول حاجة انك تستغل كل فرصة للتعلم من الشغل بتاعك. شغلك مش بس عشان المرتب، ده كمان فرصة للتعلم وتطوير نفسك. استغل كل مشروع تشتغل عليه عشان تتعلم حاجة جديدة. اسأل المهندسين الأقدم منك، اطلب منهم النصيحة والتوجيه، وتعلم من أخطائك وأخطاء غيرك. خليك دايما حريص انك تستفيد أقصى استفادة ممكنة من كل تجربة شغل بتمر بيها. وكمان طور مهاراتك التقنية باستمرار. مجال العمارة بيتطور بشكل مستمر، وبرامج وأدوات التصميم بتتحدث كل شوية. خليك دايما مواكب للتطورات دي. اتعلم البرامج والأدوات الجديدة، وطور مهاراتك في البرامج اللي بتستخدمها بالفعل عشان تكون دايما في المقدمة ومستعد لأي تحدي تقني. كمان طور السوفت سكيلز بتاعتك بنفس القدر والاهتمام بتاع المهارات التقنية. السوفت سكيلز دي مهمة جدا، وأحيانا كمان بتكون هي الأهم في بعض البوزيشنز أو الوظائف. مهارات إدارة الوقت، مهارات حل المشكلات، كمان فنون القيادة والتفاوض، فن الإقناع. المهارات دي هتساعدك على انك تتعامل مع العملاء، وهتتعامل مع زمايلك، وانك تتعامل مع المقاولين، وهتخليك مهندس معماري متكامل ومتميز. ابحث دايما عن فرص للتخصص. مجال العمارة والتصميم واسع جدا، وفي تخصصات كتير مختلفة، زي مثلا التصميم المعماري السكني، او التصميم التجاري، او التصميم الداخلي، او التصميم الحضري، او التصميم المستدام. ممكن كمان تتخصص في الترميم والتراث وغيرها كتير. وما تخافش من تحمل المسؤولية. كل ما تتحمل مسؤولية اكتر في شغلك، كل ما هتتعلم اكتر وهتتطور اسرع. ما تتهربش من المسؤولية، بالعكس دور عليها واسعى ليها. اطلب من مديرينك انك تشتغل على مشاريع اكبر واهم. اطلب منه انك تقود فريق عمل صغير. اطلب منه انك تتعامل مع العملاء مباشرة. واخيرا استمر في بناء شبكة علاقاتك المهنية. شبكة العلاقات اللي انت بدأتها في الكلية والتدريب لازم تستمر في بنائها وتوسيعها في المرحلة دي. احضر فعاليات ومؤتمرات وورش عمل متخصصة في المجال. انضم لجمعيات ونقابات مهنية. شارك في منتديات ومجموعات نقاش على الانترنت. الناس دي ممكن يكونوا هم دليلك ومرشدك في رحلة التخصص بتاعتك. ممكن يكونوا زمايلك في مشاريع مستقبلية، وممكن يكونوا عملائك كمان بعد كده. مرحلة المهندس المبتدئ برضو ليها تحدياتها، منها ضغوط العمل وزيادة المسؤوليات، لأنه مع اكتساب الخبرات المسؤوليات بتزيد وضغوط العمل كمان بتكبر. وممكن تحس انك مش ملاحق انك توازن ما بين الشغل وما بين حياتك الشخصية. وكمان صعوبة التخصص وتحديد المسار المهني، ممكن تبقى محتار ومش عارف ايه التخصص اللي تختاره. نيجي بقى للمحطة الرابعة والأخيرة في رحلتنا، وهي مرحلة المهندس المحترف. ودي بقى مرحلة القمة، مرحلة القيادة والريادة في المجال. مرحلة المهندس المعماري اللي بقى له اسم ولمعة في السوق، اللي بقى بيقود فرق عمل كبيرة، واللي بيدير مشاريع ضخمة، اللي بيشارك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، اللي ممكن كمان يكون عنده مكتبه الخاص أو شركته الخاصة. في المرحلة دي هدفك الأساسي هو القيادة والريادة. وده معناه إيه؟ معناه إنك تستغل خبرتك ومهاراتك عشان تقود فرق عمل، وتدير مشاريع كبيرة ومعقدة، وتأثر في المجال بشكل إيجابي، وتكون نموذج وقدوة للمهندسين المعماريين الأصغر منك. طب إيه هي الخطوات العملية اللي تعملها في المرحلة دي؟ ركز على تطوير مهاراتك القيادية والإدارية. في المرحلة دي مهاراتك القيادية والإدارية هتبقى أهم من مهاراتك التقنية. طور مهاراتك في القيادة وفي التحفيز، في التوجيه، في التفويض، في إدارة الصراعات والمشكلات، في اتخاذ القرارات، وحتى كمان في التخطيط الاستراتيجي. المهارات دي هي اللي هتخليك قائد فريق ناجح ومدير مشروع متمكن. ابني سمعة مهنية قوية، لأنه في المرحلة دي سمعتك المهنية هي أهم أصولك. حاول كمان تكون مرشد وموجه للمهندسين الأصغر منك. زي ما استفدت من خبرة المهندسين الأقدم منك في بداية مسيرتك، دلوقتي هو دورك إنك تكون مرشد وموجه للمهندسين الأصغر منك. شاركهم خبرتك ونصايحك، ساعدهم يتطوروا وينجحوا. حاول تكون نموذج وقدوة ليهم. العطاء ده مش بس هيفيدهم هم، ده كمان هيفيدك انت شخصيا، وهيزود من قيمتك في المجال. استمر دايما في التعلم والتطور ومواكبة التطورات. حتى لو وصلت للقمة، التعلم والتطور ما ينفعش يقف. مجال العمارة بيتطور باستمرار، وتقنيات وأدوات التصميم بتتحدث كل شوية. خليك دايما مواكب للتطورات دي، وفكر في ريادة الأعمال. المرحلة دي ممكن تبدأ انك تفكر انك تبدأ مشروعك الخاص، مكتبك الهندسي أو شركتك الخاصة، أو ممكن حتى تفكر في انك تمسك مناصب قيادية عليا في الشركات الكبيرة. ريادة الأعمال هي فرصتك عشان تحقق طموحك الأكبر، وتأثر في المجال بشكل أوسع، وتحقق كمان نجاح مادي
مادي ومعنوي اكبر. واخيرا حاول انك تحافظ على التوازن ما بين الشغل وما بين الحياة الشخصية، لانه في المرحلة دي ممكن يكون الشغل مستحوذ على جزء كبير من وقتك وجهدك، وممكن ده يخليك تهمل في حياتك الشخصية وعلاقاتك الاجتماعية. ولكن حاول دايما انك تحافظ على التوازن ما بين الشغل والحياة الشخصية عشان ما توصلش لمرحلة الارهاق والاحتراق الوظيفي. مرحلة المهندس المحترف برضو ليها تحديات بس من نوع مختلف تماما، زي مثلا ضغوط القيادة والمسؤولية الكبيرة. قيادة فرق عمل كبيرة وإدارة مشاريع ضخمة بيكون فيها ضغوط ومسؤوليات كبيرة جدا ومحتاجة قدرات ومهارات عالية. عشان كده نصيحة مهمة جدا مني في المرحلة دي انك تستمتع بنجاحك وقدر انجازاتك. وصلت للقمة بعد مجهود كبير وتعب كبير، استحققت النجاح ده بجدارة، استمتع بنجاحك، قدر انجازاتك، افرح باللي وصلت له، وشارك فرحتك ونجاحك دي مع كل اللي حواليك. افتكر دايما ان النجاح الحقيقي مش بس في الوصول للقمة، ولكن كمان في الاستمتاع بالرحلة وفي التأثير الايجابي في حياة الناس وفي المجال بشكل عام. وحتى في المرحلة دي برنامج تأسيس المعماريين من بلانويا ممكن برضه يكون مفيد ليك جدا، انك تستكشف برامج جديدة وتتعلم مهارات جديدة في المجال، وانك دايما تفضل على اطلاع على احدث التقنيات والادوات الموجوده عشان تجدد معلوماتك وتوسع مداركك وتكون دايما في المقدمه ومستعد لاي تحدي جديد في المجال. ده غير انك ممكن تستخدمه عشان تدرب المهندسين الاصغر منك في مكتبك او شركتك، وعشان تنقل ليهم خبرتك ومعرفتك وتساهم في تطويرهم ونجاحهم. رحلة التطور المهني للمهندس المعماري رحلة طويلة ومستمرة، مفيش فيها محطة نهاية. كل محطة بتوصل لها هي بداية لمحطة جديدة، وكل نجاح بتحققه هو دافع لنجاح أكبر. المهم انك تستمتع بالرحلة وتتعلم من كل تجربة وتستمر في التطور والنمو، وما تفقدش ابدا شغفك وحماسك للمجال. اتمنى الفيديو ده يكون كان مفيد ليكم ويكون وضح لكم خريطة الطريق للمسيرة المهنية في مجال العمارة والتصميم. وافتكر دايما ان النجاح مش بيجي صدفة، النجاح بيجي بالعمل الجاد والمثابرة والتطور المستمر والاستثمار في النفس. لو انت لسه في بداية رحلتك او حتى بقالك فترة في المجال وعاوز تطور من نفسك وتوصل لمستوى اعلى، انصحكم طبعا ببرنامج تأسيس معماريين اللي بنقدمه في بلانويا، باذن الله يكون هو الخيار الامثل ليكم. البرنامج ده باذن الله هيجهزكم بكل الادوات والمهارات والمعرفة اللي محتاجينها عشان تنجح وتتميز في مجال العمارة والتصميم. ما تضيعش الفرصة، ابدأ رحلتك من النهاردة وانضم لينا في برنامج تأسيس معماريين من بلانويا. هتلاقوا كل التفاصيل واللينك بتاع الاشتراك موجود تحت الفيديو، وبالتوفيق لكم جميعا بإذن الله.